يا صباح الفل عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو جديد ويلا بينا بقى النهارده نعمل احلى كبسه بالفراخ. حاجه كده يعني سهله جدا وسريعه. بس طبعا اول لما نبدا الفيديو كده ما تنسيش تحطي اللايك للفيديو واشتركي في القناه عشان يوصلك كل فيديو جديد، وطبعا فعلي زر الجرس عشان يجيلك اشعار اول باول. ويلا بينا بقى ايه نبدا الفيديو. اول حاجه كده عندي رز بسمتي ده نص كيلو، عندي بصلايه كبيره كده متقطعه مكعبات، عندي كام جزره كده مبشورين، عندي كمان الفرخه متقطعه 8. قطعيها الحجم اللي انت تحبيه، بس هي احلى حاجه ان انت تقطعيها 8 في الكبسه بالزيت. هجيب بقى حله كده على النار، هنزل بمعلقه سمنه كبيره، وبعدين هنزل عليها بالبصل واسيبه ايه يدبل. دي كده معلقه كبيره وعليها طبعا ايه معلقه زيت. يعني احلى حاجه كده انك تعملي ميكس ايه ما بين الاتنين. انا هحط الزيت دلوقتي. نزلت بقى كده بالبصله وهسيبها بقى ايه لحد كده ما تدبل خالص، يعني مش عايزاها تحمر قوي. هنزل بقى عليها كده بالبهارات، بهارات كبسه. ده بهارات كبسه عاديه سايبه ب5 جنيه على نص كيلو رز بسمتي، ب5 جنيه بهارات كبسه. في اكياس كده بتبقى جاهزه برضو، الكيس بيتجاب على نص كيلو رز، فبرضو بتبقى حلوه قوي. طبعا اللي متوفر عندك استخدميه، واللي انت كمان حابه طعمه اكتر استخدميه، لان السايبه لها طعم وكمان الاكياس المغلفه لها طعم تاني. هسيب بقى كده البهارات دقيقتين بس كده، يعني اقل من دقيقتين، دقيقه بس كده يعني تطلع ريحتها. وانزل بقى بالفراخ كده على طول لحد بقى ايه ما تاخد لون. هقلب الفراخ كده يمين وشمال يمين وشمال لحد ما تاخد معايا كل اللون الاصفر ده، يعني عايزاها كلها كده تتغلف بالبهارات. دي اهم خطوه في خطوه الفراخ دي، يعني دي اهم خطوه دلوقتي. بصوا بقى الناحية التانية كده خدت اللون ازاي، بقت لونها اصفر نفس لون التتبيلة بالظبط، نفس لون البهارات. بصوا بصراحة الوصفة دي سهلة وسريعة، ومفيش اسهل منها ولا اطعم منها. يعني لو عايزة اكلة سريعة من غير مواعين كتير، كل ده هتخلصيه في ثواني. هي بس حلة واحدة اللي هتعملي فيها كل حاجة، وهيطلع معاكي طبق كبسة يعني كده عالمي، ومن غير مكونات كتير ولا من غير حاجات بقى كتير كده وتقعدي بقى تتلخبطي في اسم البهارات ونوع البهارات وتوم باودر وبصل باودر، وتقعدي ايه تزودي حاجات كتير. لا، هي بهارات الكبسة جاهزة وفيها كل حاجة. بس كده هقلب بقى الفراخ لحد ما توصل معايا للدرجة دي. انا هنا بس بزود، يعني دي بصراحة من عندي كده بحب احط ايه سنة فلفل اسود علشان زفارة الفراخ، بس سنة بسيطة جدا. بصوا بقى كده المنظر، يعني خلاص الفراخ كده خدت لون من جميع الاتجاهات، وبقى شكلها يعني تحفة. انا عايزه اقول لكم ان انا على طول بجيب البهارات بتكون صفرة قوي، لكن المره دي فاتحه شويه، مش يعني مش عارفه بقى هم غيروا نوع الشركه ولا ايه. هنا بقى هزود ميه كده لحد ما اغطي الفراخ واغطي عليها واسيبها تستوي تماما، يعني سوا كامل او سوا الا ربع كده. لو سوا كامل لو انت هتشيليها وتحمريها ايه تحت الشوايه يعني في الفرن. لو انت هتسويها كلها مع بعض كده الرز مع الفراخ، هتخليها ايه سوا الا ربع كده. هتنزلي بقى عليها بالرز، وهتنزلي كمان بالبصل بالجزر المبشور، وهتزودي بقى الميه كده ايه لحد المعيار اللي احنا حافظينه بتاع الرز، يعني يبقى عالي كده عنه بشويه حلوين. ده طبعا غير الرز البلدي بيبقى نفس المقدار، يعني مثلا لو كوبايه رز بيبقى قدامها كوبايه ميه، لا ده بتضاعف الكميه شويه. بس كده بقى هغطيها واسيبها تستوي مع نفسها. انا هنا يعني سويت الفراخ مع الرز. كان في الطبيعي بطلع الفراخ بصراحه بحطها في صينيه واحطها تحت الشوايه في الفرن تاخد لون، واسوي الرز ايه بحتتين فراخ مثلا في الحله هنا. في الغالب بطلع الوراك واسيب ايه الصدور، لكن المره دي بصراحه استسهلت يعني وسويته كله مع بعض. بصوا بقى هنا كده الرز خلاص كان اتشرب وشكله يعني تحفه، حاجه كده عالميه. هسيبه بقى وطيت عليه شويه لحد ما استوى خالص، وبس كده بقى غرفت طبق الكبسه القمر ده. ما تنسيش تحط اللايك للفيديو اهم حاجه، واشتركي في القناه لو انت لسه مش مشتركه. وبس كده بقى يلا ده بصوا يعني دقيقه كده تتغزلوا في الجمال اللي انا عاملاه ده، بصراحه حاجه ولا اروع. بس كده اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.